ونرجع لباقي الأخبار. النهاردة جمعية التنمية الإنسانية عقدت مؤتمر صحفي لإعلان نتائج مشروع شارك وراقب وتعلم اللي راقبت من خلاله المرحلة الثانية من الانتخابات بجولتيها. تعالوا نشوف إيه اللي حصل. الذي يقلقني صراحة وبعرضه على حضراتكم بكل أمانة ووضوح الدعاية الانتخابية في فترة الصوت. يمكن المؤتمر معمول النهارده عشان نوضح فيه نتائج مراقبتنا للمرحله الثانيه من العمليه الانتخابيه. كان هدفنا في هذا التقرير هو يعني مقاربه ما بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه، بنرصد فيه اهم الظواهر اللي كانت موجوده في المرحله الاولى وهل هي مستمره او اختفت في المرحله الثانيه. ابرز مرات في تقريرنا واستمرار بعض الانتهاكات المرتبطه بالصمت الانتخابي. بكل اسف هي المرحله الثانيه نفس الاخطاء اللي احنا شفناها في المرحله الاولانيه مستمره. اولها بدايه اللجنه العليا للانتخابات ادائها لم يكن على المستوى الذي كنا نتمناه. هناك مخالفات اداريه قد لا تصل إلى مرحلة التشكيك في نزاهة الانتخابات بشكل عام، ولكنها بالتأكيد بتؤثر في سير العملية الانتخابية. اللجنة العليا للمشرفة على الانتخابات البرلمانية لازم تشوف حل. هو بيقول أنا مش عارف أتصرف في أعمال الدعاية، لا، المسألة ببساطة شديدة أي حد هيبدأ يمارس أعمال دعاية أنا حضرتك بشيل صوت حضرتك وبحذفك من الانتخابات لأنك قمت بشيء مجرم. أنا كمان مش قادر أفهم إزاي عضو برلماني هيجلس في قبة البرلمان عشان يشرع وهو جاي على أساس باطل بالقيام لقيامه باعمال الدعايه بالمخالفه لنص القانون وبالمخالفه لقرارات اللجنه العليا للمشرفه على الانتخابات البرلمانيه. النهارده اليوم العالمي للمعاق. جامعة القاهرة عملت احتفالية خاصة للاحتفال بمتحدي الإعاقة المصريين. عمرو فؤاد حضر الاحتفالية. في إطار اليوم العالمي للمعاق احتفلت جامعة القاهرة بالمعاق المصري لأول مرة بعد ثورة 25 يناير كنوع من لفت الانتباه لأهمية احتواء وعدم تهميش ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عند كتير منهم طاقات إبداعية وإنتاجية المجتمع في أشد الحاجة إليها. الاحتفالية دي الهدف منها اللي هي توحيد أفكار ذوي الإعاقة بصورة عامة وتحديد بعض التوصيات وطرحها على المجتمع المصري. دول يمثلوا جزء جميل في المجتمع بتاعنا يجب ان احنا نهتم بيه لان هو جزء منتج وليس جزءا مستهلكا. يعني يمكن في تعقيب بسيط على كلمة المعوق او المعاقين او حتى كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة، انا معترض عليها. ليه؟ لان هو انا عايز اسميه ذوي القدرات الفائقة، لان لما ربنا سبحانه وتعالى حرمه من نعمة من النعم اللي احنا بننعم بيها ربنا اداله نعم تانية. احنا هنا ممكن نستغل الشيء التاني اللي ربنا اعطاه له، تمام، بحيث ان احنا نقدر نفيد بيه المجتمع. وللاسف في الفترة اللي فاتت احنا كنا هاملين الجزء دوت، او كانت التنمية كانت محدودة. ولكن انا شايف ان جه الوقت ان احنا نعمل تنمية حقيقية وان هم فعلا يكونوا من ضمن افراد المجتمع اللي يقدروا يحققوا تنمية عالية جدا. المشاركين في الاحتفالية أكدوا ضرورة انخراطهم في الحياة السياسية والحزبية بطريقة طبيعية وغير متكلفة، واستيعابهم في الوظائف المختلفة على مستوى الدولة تحقيقا لشعار الثورة: عيش حرية عدالة اجتماعية. بعد 25 يناير الموضوع ابتدى الناس تسمع ان في ذوي اعاقه في مصر. بس بالنسبه برضه لاستجابه المسؤولين، هو الاستجابه ما فيش برضه استجابه بالقدر اللي احنا نطمح اليه. يعني احنا دلوقتي من ضمن التطور او من ضمن اصلاح الدوله اصلاح اوضاع ذوي الاعاقه. بما اننا المفروض جزء من المجتمع نشارك زينا زي اي حد عادي في اي حزب من الاحزاب السياسيه. ما يبقاش حزب خاص، لان ما يبقاش في حزب خاص بالمعاقين وحزب غير خاص بالمعاقين، لان احنا جزء من المجتمع والمجتمع ككل المفروض يبقى كفرد واحد. فيبقى احنا نشارك في اي حزب، تبقى الاحزاب كلها مفتوحه للمشاركه. كذلك ان كمان يسمحوا للمعاقين ان هم يمثلوا الاحزاب او يمثلوا انفسهم كمستقلين في البرلمان او في مجلس الشورى، وخاصه مجلس الشورى. رحت مكتب القوى العامله اداني جواب بتاريخ 17/10/2010 بقاله سنه واكتر من و3 اشهر ومفيش نتيجه. المسؤول خده اللي هو رئيس الشؤون الاداريه وما عملش اي حاجه. جبت جواب من وزارة القوى العاملة الدكتور أحمد البرعي برضو لوزير البترول بتاريخ 17/7/2011 ولسه الآن لغاية 5 أشهر ونص وما ردش عليها فيه. لازم يبقى ليا وصلة، لازم أبقى ابن وزير عشان نتعين.
اذا ما حدش هيقدر يتحكم فيك، صح ولا غلط؟ طب انا دلوقتي هتحكم فيك، ماشي؟ طيب الكلمه اللي انا هقولها تقولوها زي بالظبط. في آخر الإحصائيات وصل عدد المعاقين في مصر إلى ما يقرب من 12 مليون معاق، أي إنها نسبة لا يستهان بها. وبعد ثورة 25 يناير كان عندهم أمل إنهم يلاقوا اللي يوصل لهم طلباتهم ويحل لهم مشاكلهم، لكن وجدوا إن معظم البرامج الحزبية والفردية وحتى التصريحات الحكومية بعيدة كل البعد عنهم. ومن قدرة الخالق عز وجل إنهم لما بيسيبهم بإعاقة بيديهم قدرات فائقة في حاجات تانية. من مقر احتفالية المعاق المصري أحييكم أنا عمرو فؤاد، 90 دقيقة، قناة المحور.